السلام عليكم متتبعين مطبخ حسناء. فيديو اليوم عبارة عن صابلي الرويال بالحامض. أتمنى أن ينال استحسانكم. لا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو عمل لايك والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد. بالنسبة لهذا الصابلي سنحتاج عجينة الصابلي، هي موجودة على القناة. سأقطعها بهذه القطعة، قطعة مناسبة للمول، مول الشوكولاتة. أخبزه على درجة حرارة متوسطة، تحميرة خفيفة، ثم أزيله. هنا الشوكولاتة البيضاء مذابة. هنا وضعت هذا المول مكتوب عليه خاتم. سأملأه شوكولاتة، أضفت لها القليل من الزيت لتسهل علي العملية. سأملأ المول، أضربه حتى أحصل على شكل مستوي. أدخله إلى المجمد قليلا حتى يتماسك، ثم نلتقي لنزيله. املأوه كامل، لا داعي لملء الفراغات دون الثقوب. ضربة خفيفة ثم إلى المجمد. هنا بعد إخراجه أحاول إزاحته، ثم بواسطة الأصبع أحاول إزالة الوسط ونحصل على شكل مرتب. إذا كان الجو ساخن حذاري مع الشوكولاتة فهي تسيح بسرعة. الجو بارد فلا بأس، هي تساعد. يمكنكم الاحتفاظ به خارج الثلاجة. سأضعه على هذا الشكل. أتمنى أن تكون الصورة واضحة حتى أتمم الكمية الموجودة. ثم هنا الصابلي، وضعت القليل من الناباج والجليكوز وألصقته. هنا أيضا أخذت عجينة الشوكولاتة البيضاء وعجينة السكر على حسب المتوفر. عجينة الشوكولاتة سبق وأدرجتها في القناة، لونتها باللون الأصفر والأبيض، وأنتم على حسب اللون الذي تفضلونه. بهذا المول السيليكون الخاص بالورود أحاول إزاحة الورود، أحصل على شكل وردة. أتمنى أن يكون واضح، فأنا التصوير شبه سيء. إمكانيات بسيطة. ثم بالنسبة للأصفر نفس الشيء حتى أحصل على شكل وردة، وأزيل الجانب الصغير. هنا ألصقته كما سبق الذكر بالناباج والجليكوز. وفي حمام مائي وضعت القليل من قدر ووضعت عليه الناباج والجليكوز ومركز الليمون، ملعقتين ناباج ملعقة جليكوز ومركز الليمون، حتى أحصل على لون أصفر على حسب درجة الإصفرار التي تريدونها. هنا وضعت حبة فوق حبة من الصابلي، ثم دهنة خفيفة من الناباج والجليكوز، ووضعت الشوكولاتة. وأملأ الفراغ بخليط الناباج والجليكوز مع مركز الحامض كما ترون. يمكنكم ملئه بمركز البيستاش أو الفراولة فرومبواز على حسب الرغبة، أو الكراميل. وهنا في الجوانب أحاول تثبيت الورود. يمكنكم وضع القليل من الجليكوز لتثبت. ثم سأحاول تثبيتها بهذا الشكل. يمكنكم إضافة الألوان التي تريدونها. بالنسبة للصابلي يمكنكم وضع دائرة، ليس بالضرورة دائرة فوق دائرة، يبقى لكم الاختيار، لكن يأتي عالي عفوا من الأحسن، لأنه يسمى الصابلي الرويال، والشيء الملكي دائما يكون عالي. أثبت الورود، وردة صفراء وردة بيضاء وردة صفراء، أو العكس، وردة بيضاء وردة صفراء وردة بيضاء، على هذا الشكل. سأتمم أنا. أتمنى أن تكون الصورة واضحة. ثم بعد ذلك نلتقي لنرى الشكل النهائي على طبق التقديم.
حتى تتمموا الكمية الموجودة. ثبتوا بالجليكوز لأن الجليكوز كمثبت أو لصاق يعني هو جيد. هذا هو شكلهم. كما ترون هنا أخذت أنا الموسلين أو اللورغانزا أو يعني ثوب في اللون الأصفر ووضعت عليه شكل يعني مرتب.